اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا البنات نحضروا مع بعض كيكه بزوج حبات بيض. لهذه الكيكه كما راكم تشوفوا راح نحتاجوا 2 حبات بيض راح يكونوا بدرجه حراره المطبخ. واذا لاحظتوا هنا البنات البيضات تاعي راه الحجم تاعهم يعني كبير شويه، ولا كان عندكم كبير ولا متوسط تقدروا ديروا به الكيكه هذه اكيد. ونزيدوا هنايا رشه نتاع الملح، نضيفوا هنا 2 ملاعق من صغار من لافاني، ونزيدوا نص كاس من السكر. نخلط هذه المقادير بالفوي، يعني اذا كان عندك الجهد تقدري تخلطي بالفوي حتى يصبح الخليط تاعك ابيض. ولا كنتو فشلانين كما كنت انا يا البنات لازم تستعملوا الباطور، لازم يذوب معكم السكر ويصبح الشكل تاعو هكذايا. يعني ما راه تذوب لا الفوليوم ما والو البنات عادي، ليسونسيال يذوب معكم هذاك السكر. من بعد نجيبو هنا نص كاس تاع اللبن ونزيدو نعمروه حتى يولي عندي كاس قل ربع ولا قل صباع من الحليب. كما راكم تشوفوا لهنا عندي كاس ناقص صباع من الحليب. ونزيدو نخلطو مليح، ونزيدو نحتاجو الى نص كاس من الزيت، نحطو هكا على شكل خيط وحنايا نخلطو. نخلطو مليح حتى نمتزجوا كامل المقادير. من بعد راح نزيد نضيف عليهم كاس من الفرينه اللي هو راهو مغربل، نزيدو نص كاس واحد اخر، يعني خدات لي كاس ونص من الفرينه. نجيبو الباسواغ تاعنا البنات باش نغربلو الكاكاو اللي هو ماهوش مغربل، نحطو 2 ملاعق كبار يكونوا معمرين من الكاكاو. ونزيدو عليهم البنات سمعوني مليح باكي الاول والباكي الثاني البنات خديت اكثر من النص، يعني تقولوا هكاك حوالي 16 حتى 17 غرام. مهم ديت النص الكبير، يعني الباكي خليت منه نص الصغير. ونخلطو هنايا مليح عفوا، ونغربلو كامل هاد المكونات. كما تعرفوا الكاكاو يجوا فيه الحبيبات حتى تاني واش يسموها الخماره. في هذه المرحله نقول لكم لازم تخلطوا مليح باش تتوزع جيدا هذيك الخماره. هنا كما راكم تشوفوني نخلط ونعاود، هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه نتاع الكيك نتاعنا. هاد الوقت البنات كنت خديت هنايا سنيوه الابعاد تاعها نورمالمون من 20 حتى 22 سنتيمتر، مي هذه نورمالمون عندها 22 سنتيم. رشيتها بالفرينه، دهنتها بالمرقري ورشيتها بالفرينه باش تحصلوا على كيكه طالعه كيما هكا والسطح تاعها مستوي. لازم الكيكه تاعكم تطيب في فرن بارد. واش معناتها الفرن البارد البنات؟ معناتها انايا كي حطيت الخليط تاعي داخل المول ورحت شعلت الكوشه تاعي ودرتها على نار اللي هي البنات ماشي عاليه، نار اللي هي قليله، يعني على 150 درجه كيما مولفين طيبوا الكيك تاعكم. من بعد البنات خليتها طابت في غردها، وكي طابت لي حسيتها بدات يعني تنشف على الطراف ولا طابت على الطراف، شعلت لها من الفوق هكذا يزات طابت لي يعني من الفوق. هذا هو الوجه تاع الكيكه تاعنا البنات. دوك الكيكه تاعي خليتها بردت تماما وحنقصها الى 2 قطع متساويين. واش راح نديروا البنات؟ الوجه تاع الكيكه حيكون من التحت يعني من التحت اللي من التحت راح يكون من الفوق، يعني هذه الجهه راح نحطوها من التحت هاكو. شتوني دوك حطيتو هكذا في الطبسي، من بعد حنقلبو نحط طبسي واحد اخر ونقلبو عليه، يعني يولي الوجه من التحت. وهذا القاعده حنولي نحطها من الفوق. دوك جبت الوجه تاع الكيكه اللي راهو عاودت دورته وحطيته من التحت، راني نشرب فيه الكيكه. قلت لكم بارده تماما، تقدروا هنايا البنات تشربوها بالشربات، ولا تقدروا تشربوا تزيدوا لها نيسكافي، ولا تقدروا تشربوها بالقهوه اللي تزيدوا لها مغرفه كبيره تاع سكر تخلوها حتى تذوب من بعد تشربوا الكيكه تاعكم. ولا تقدروا تاني تشربوها بالحليب، وتقدروا ما تشربوهاش كامل لانه فيها اللبن وحتجي بزاف طريه. حطيت هنايا نص كاس تاع الحليب بارد مليح، ملعقه كبيره نتاع كاكاو، ونص كاس تاع شونتيي. نخلط كل شيء مع بعض حتى نتحصلوا على هذا لاموس.
نحطها بجيه ونجو للكيكه تاعنا ونحطوا عليها، يعني لو قلت لكم الوجه راهم لتحت نحطوا عليها كميه من الشونتي، يعني نحطوا كامل هذيك الكميه اللي تحصلنا عليها، ما نخلو حتى شويه، ونوزعوها بشكل متساوي ونحاولوا كيفاش نوصلوا للاطراف كيما هاك الشكل. نحيو الزايد كما راكم تشوفوا، نجيبوا الوجه تاع الكيكه ونقلبوه في يدنا ونحطوه من هذا الشكل. الا لاحظتوا البنات شفتوا كنا شربناها من الفوق والشاربه شوفوا وصلت لنا حتى لتحت، هذا دليل على انه الكيكه تاعنا خفيفه وهشه وتشرب مليح. نفينيها على الطراف وندخلها للثلاجه باش تحكم روحها. في هذاك الوقت هي راهي في الثلاجه نجو نوجدوا مع بعض اسهل غاناش اللي هو نص كاس تاع الحليب ونص كاس تاع كاكاو مر، ونزيدو نص كاس تاع سكر حبيبات، ونضيفو اقل من نص الكاس بشويه. راكو شفتوا البنات يعني قل النص بشويه هكذايا باش الكاناش تاعنا ما يجيش ثقيل بزاف ويجينا خفيف يمشي مليح الكيكه وما تجيش فيه ريحه تاع الزيت. وراح نحطو هنا نصف ملعقه كبيره من لافاني باش تقضي لنا كامل على الريحه تاع الزيت. حبيت نقول لكم تقدروا ديروا اي نكهه حبيتوها، كراميل ولا نيسكافي، ملعقه صغيره من نيسكافي، يعني لوغو يبقى هذا اختيار ليكم. نخلط جيدا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. اذا راكم تشوفوا البنات ماهوش ثقيل كيما النوتيلا، دوك نوريكم بالملعقه وعلاش باش يمشينا مليح فوق الكيكه وماهوش خفيف. لاحظوا معايا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، نتحصلوا على غاناش اللي هو بزاف بنين، يعني صدقوني راح تحصلوا على غاناش بنين بزاف، سورتو لا كان الكاكاو تاعكم نوعيه مليحه هذاك تاع لي بواط، يعني هذاك اللي نشرو في لي ساشي باغ اكزومبل عندنا دادا كاين بزاف، كاين بيمو، هادو كامل يريحوا هايلين، كاين ثقه كامل يريحوا مليح. لانه البنات مؤخرا ما عدتش نثيق في الكاكاو اللي يتباع بالميزان. صدقوني مؤخرا شريتو البنات ولقيتو فيه شغل السيمه، يعني لقيتو كي تبداي تاكلي فيه يبدا يعني في فمك تقرا كي تاكلي في حاجه مخلطه بالسيمه. يعني البنات واش نقول لكم راهم يبيعوا لنا نابورت كوا من شركه كي تكون حاطه الاسم نتاعها فوق المنتوج، راكو عارفين البنات واش راكم يعني تشرو، راح تكون يعني راح تكون ثقه اكثر واكثر. هذا واش حبيت نقول. صح نشروه صغير رخيص تاع الميزان، بصح البنات ماهوش امن، حاجه ما هي امنه تاع الميزان. كما راكم تشوفوا البنات لهنايا، يعني بعد ما حطيت لها الكاناش مشيتو مليحه للطرف، عاود حطيتها في الثلاجه حكمت شويه روحها واحد ربع ساعه، رشيتها على الطرف بالكاكا، من بعد جيت لهنا باش نقطعها ونوريكم الشكل تاعها من داخل. راح تجي بزاف خفيفه بزاف بنينه، يعني ما نشكر لكمش فيها حتى نجربوها، وراح تجي عاليه كما راكم تشوفوا لهنايا. قلت لكم المول اللي استعملته 22 سنتيم. يعني حتى تعطيكم 8 قطع، الحجم تاعها راح يكون كبير، يعني تقدروا تروحوا حتى ل 12 قطعه، الحجم تاعها يكون متوسط. كما راكم تشوفوا لهنايا هذه هي النتيجه. تحصل على كيك اللي هو بزاف خفيف. الكيكه هذه تقدروا يعني ديروها في عيد ميلاد، كما تقدروا تقدموها يعني لضيافكم، تدوها في يدكم، تقدروا تحضروها في اي مناسبه، ماشي راح تحشمكم، راح تجي بزاف بنينه، وحتكون اقتصاديه كما شفتوا معايا. يعني قدري نزيد لها غير شويه تاع تزيين زياده، راح تولي كيكه تاع عيد ميلاد ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها.